السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا، بقالي كتير ما بسجلش فيديوهات. أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم، وأن يستعملنا وإياكم في مرضاته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. في شوية أسئلة كده بتيجي للواحد على التوبيك اللي هو خطه عشان الأسئلة. سؤال منهم واحد كان بيتكلم على موضوع اللي هو دايما حطهم، يعني دايما حاسس إن هو مكسل، يعني حاسس إن هو مش قادر ينجز. فأول حاجة دايما بنقولها اللي أنت لازم تستبعد الجانب الجسدي. لازم تستبعد الجانب الجسدي، معناها الجانب المرضي. فمحتاج ان انت تروح تعمل تحاليلك، تتاكد ان فيتامين دي مظبوط، وظائف الكلى ووظائف الكبد مظبوطين، الانيميا ونسبه الحديد عندك مظبوطه، الغده مظبوطه. طبعا انا بقول لك على الحاجات اللي هو انا بسمعها من الدكاتره، عشان كده بقول لك روح يعني اعمل تحاليلك وروح لحد. ولكن دي التحليلات اللي هي انا بشكل عام بعملها كل من 6 شهور لسنه، حتى لو ربنا رمي يعني قدر ان هم الحمد لله هو ايه يعافينا من اي مرض. فانت دايما لازم تستبعد الجانب الجسدي الاول في اي حاجه. وطبعا تاني حاجه الجانب النفسي، ان يكون ما فيش تاثر بشيء بيحصل دلوقتي، توفي ليك حد، كنت مثلا عديت بتجربه صعبه، الشغل كان محمل عليك جامد جدا، حد تعرفه تعبان، عندك ضائقه ماليه، حاجات اللي هي من شأنها بتؤثر في الحاله النفسيه، فكتير بتخليك مش مقبل على الدنيا. يبقى اول حاجه الحاله الجسديه والمرضيه، وثاني حاجه الحاله النفسيه والمزاجيه. ثالث حاجه انك لا تكون مصاحب للبطالين. البطالين اللي هم مين؟ الناس اللي هي بتاخدك لتحت، دول كتير قوي. هو يقول لك يا عم اقابلك على القهوه بعد الظهر. معرفش لو في حد بيلاقي حد على القهوه بعد الظهر يقول له انا مش شغل ولا مشغله يعني. ولكن البطاله اللي تلاقيه مثلا كل شويه تعالى نروح البلاي ستيشن، تعالى نروح السايبر، تعالى نخرج نلعب بولينج، تعالى نخرج نسهر، تعالى نخرج نتفرج على الماتش، تعالى نخرج، تعالى نخرج، تعالى نخرج، تعالى نخرج. فمصاحبه البطالين دي من اكثر الامور اللي تنفر في جدك واجتهادك. وانا لما كنت بروح الجيم زمان كنت بروح مع اصحابي، لقيت ان انا اكثر الوقت بقضيه في الكلام والاخذ والهات، وده قال وده عمل، وهي هنا وهي هنا. ولقيت ان انا عشان اتمرن بخلص التمرين في ساعتين، وحصلت ان انا عملت ما اجيبش ساعه الا ربع. وانت طبعا لو ما فيش يعني انت مظبط الوقت بتاع الراحه والوقت بتاع التمرين مش هتخلص. اللهم بارك، مثلا بقالي دلوقتي 18 سنه بتدرب لوحدي. ليه؟ لان ما حدش هيخاف عليك زيك، والناس بتقطع. وتلاقي ده تيجي تقول له تعالى ننزل النهارده، ممكن معلش اصلها تعبان، اصلها صحت متاخر، يا اما ما بيردش على التليفون. فابتعد عن مصاحبه البطالين، لان الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله. شوف، شبه بالدين. الدين ده شيء موجود للاتباع، موجود للاعتقاد. فانت لو الشخص اللي موجودين حواليك من طبيعتهم ان هم ناس مش يزيدوك، ابعد عنهم حتى لو بقيت وحيدا. فتفكير الوحده بتبقى افضل من الاختلاط بالبطالين، لان البطال هتلاقي اللي بيشرب ما بيشربش لوحده، اللي بيسكر ما بيسكرش لوحده، اللي بيجون مش بيجون لوحده، وتلاقي اللي بيعمل بجايات ما بيعملش لوحده. وده مش نقطه كتيره جدا جدا، ودي بره حاجه اسمها التاثير المجتمعي او الكالتشر الملتبلاير. فانت ناتج البيئه اللي حواليك. فدايما نصلح بيئتك، دايما 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 نصلح بيئتك. يبقى اول حاجه الجسديه المرضيه، ثاني حاجه النفسيه المزاجيه، ثالث حاجه مصاحبه البطاريه. رابع حاجه ان لازم يبقى عندك جدول. الحياه لو هتقسمها الحياه اولويات، لو لم تحدد اولوياتك فاهم مش هتعمل حاجه في حياتك. دايما اقول لك ايه؟ اولوياتك صحه، دين، ابوك وامك، اخواتك واسرتك، شغلك او مذاكرتك. طيب بعد ما حددت اولوياتي لازم اعرف المنهج بتاع كل اولويه. يعني الاولويه دي ماذا تمثل فعليا عمليا في حياتي؟
دين يعني ايه دين؟ يعني 5 صلوات في اليوم، يعني اذكار، يعني طالب علم شرع. كده انا عرفت الاولويه الاولويه في الدين ب3 حاجات، وده مهم جدا جدا جدا. تاني حاجه صحتي، اتعرف ازاي؟ بالجيم اللي انا راجع منه ده. تمام؟ يبقى انا صحتي الجيم، وصحتي لعبه قتاليه بلعبها، وصحتي مشي لمده ساعه، وصحتي بجري، وصحتي لعبه معينه بلعبها. ثالث حاجه ابويا وامي، هل في حاجه يوميه بعملها لهم بصفه دوريه؟ ربنا يعافي اهالينا كلهم، مثلا بنزل اجيب لهم حاجه، بساعدهم في حاجه بصفه دوريه، بقعد اتغدى معاهم. ايه اللي بيمثل لي ابويا وامي؟ انا مثلا ابويا وامي بيمثل لي اتصال كل يوم مثلا بالليل، وزياره مرتين في الاسبوع. ده اللي بيمثل لي ابويا وامي. ولو ابويا وامي احتاجوا مني اي حاجه يبعتوا لي على الواتس. ثالث حاجه اخواتي واسرتي. اخواتي طبعا لما انت تكون متجوز خلاص اخواتك حواليا بيبقوا طبعا برضه نفس الفكره، اتصالات واتساب معظم الوقت وزياره. بعد كده شغلي، بشتغل 8 ساعات 9 ساعات، وخلال شغلي ده ممكن ان انا بقى بعمل حاجه من الاولويات الثانيه، زي ان انا مثلا بسمع درس وانا بعمل حاجه. ودراستي، ايه المنهج اللي انا بعمله في دراستي؟ يعني انا مثلا بدرس كورسات جانبيه، ايه هي الكورسات؟ باخد مثلا دبلومه المدرسه عشان 25 دوره، وهم دولت المنهج اللي انا بتبعه، ولا انا عايز اذاكر كذا وبدخل اقعد ادور هنا وهنا وهنا. لازم يبقى في منهج محكم، لازم. تمام؟ والمنهج ده لازم يبقى صفته اللي هو واقعي، واللي هو محدد بوقت، واللي هو يمكن قياسه، زي ما بيسموها سمارت كرايتيريا اوف ديفايننج جولز. يبقى specific, measurable, achievable, realistic, time bounded. تمام؟ طب بقى عندي منهجيه، المنهجيه دي لازم احدها بوقت، لازم. اولويه منهجيه، تحديد بوقت. حتى احدها بوقت ازاي؟ 5 صلوات بصليهم في المسجد، كل صلاه تاخد مثلا ثلث ساعه. تمام؟ في 25 ب 100 دقيقه. قول يا عم ساعه ونص، واستحاله تاخد ساعه ونص. قول مثلا ايه؟ ساعه بالكثير قوي قوي، يمكن ساعه الا ربع، لان احنا بننزل على الاقامه وبتاع معظمنا، ده اللي بينزل يصلي في المسجد. فهي ما بين نص ساعه وساعه الا ربع. يبقى انا لازم احدد ده في جدولي، احدد وقت واحطه في جدولي. ففي برنامج ممكن ابقى اشاركه معاكم، بتختار الكالندر بتاعتك وتقول له ضيف لي لمده اسبوعين، بيضيف لك لمده اسبوع كده. تمام؟ العلم الشرعي، والله انا مثلا كنت لسه في اكاديميه زاد، كنت كل يوم بحتاج ساعه الا ربع اذاكرها، فكنت بذاكرها مثلا في وقت الضحى ما بين الفجر وبين الشروق، ومحطوطه عندي في الكالندر. تمام؟ ابويا وامي، ال10 دقائق بتاعت المكالمه احطهم في يومك تحت. وانا عندي لو فتحت الجدول بتاعي هتلاقي موجود فيه زياره ابويا وامي في نص الاسبوع ويوم الجمعه. شغلي موجود فيه كل حاجه بالميتنجز امتى. الجيم موجود في الكالندر، كل حاجه موجوده. لو انت مش عارف يومك هيمشي ازاي، فزي ما بقول لك ان لم ان لم ان لم تخطط، اذا فشلت في التخطيط فانت تخطط للفشل حرفيا. هتقول لي يا عم ما انا ما بمشيش على الجدول، مش مهم. وجود الجدول ده يحسن من ادائك عن انك ما عندكش جدول، حتى لو مش هتتبع. تمام؟ لانك انت في مره تتبع ومره لا. طب نحسن المره الجايه، طب نشوف، لانك انت دايما بتتابع نفسك. فيبقى اولويه منهجيه، تحديد وقت، تحطه في الكالندر. واعرف ان البدايه دايما صح، البدايه دايما صح، البدايه دايما صح. ولكن وانس اللي هي مشيت بتلاقي ايه؟ العجله دارت، العجله دارت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما السيده عائشه سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمله ديما. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الاعمال الى الله ادومها وان قل. فانت في الاول برضو ايه، احنا لما قلنا رياليستيك، لما انت بتحدد المنهجيه عشان ما تجيش ايه، اعرف ان الحماس عامل زي ايه، الميه في القله، او الميه في اي حاجه يعني. انت بتشرب الميه بتقل، الحماس ان لم تحوله لعاده ينتهي بك الى انك تفشل في اي حاجه في حياتك. واعرف ان الانسان الناجح انسان حياته ممله، ولكن ملل نافع، انه بيعمل كل يوم نفس الحاجه في نفس الوقت بنفس الطريقه، ولكن بيتقدم كل يوم وهو عارف هو بيعمله ليه، حتى لو هو متضايق. انا اكثر حاجه بكرهها في حياتي اللي اروح الجيم، والله. فكان دايما كان بيبقى في بالي انا هروح واشيل واعمل وبتاع. يا عم كبر دماغك،
ولكن لازم يبقى عندك هدف، الهدف ده طويل الامد. يعني ما تقولش انا والله بروح الجيم عشان يبقى عندي عضلات، لا، بروح الجيم عشان صحتي تبقى كويسه مرضاة لله عز وجل، اثباتا لله. لازم يبقى ليك ايه؟ اهداف طويله الامد. انا بذاكر عشان ابقى انسان نافع لامته، مش عشان انجح في الثانويه العامه وادخل هندسه. اشمعنى هندسه؟ عشان مهندس طبيعي يعني. آه بس يبقى جسديه عضويه، نفسيه مزاجيه، انا مصاحبه البطالين، منهجيه، اولويه، منهجيه، وقت، كلب، متابعه، تعرف اللي هي صعبه، تحول الحماس ل like like leap. واسمه ايه ده؟ الحاجه ديت. اخيرا طبعا، هو اولا اكثر الدعاء، اكثر الدعاء، اكثر الدعاء. ونيتك تبقى قبل اي حاجه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ركز. السلام عليكم.